ازيكم عاملين ايه؟ متتخضوش من شكلي؟ انا بس كنت عايزه اجرب معاكم الماسك ده فيس تو فيس قدام الكاميرا، ويلا بينا نعمل مع بعض ماسك لتفتيح ونضاره البشره. مش اول مره اعمله بصراحه، انا بحبه جدا جدا. انا من عشاق على فكره الوصفات الطبيعيه. كنت شغاله في قناه وصفات طبيعيه، وكنت بعمل على قناه تانية وصفات طبيعيه. المهم، انا اصلا سر معرفتي باليوتيوب هي الوصفات الطبيعيه. ماشي، عشان بس ايه تبقوا عارفين الموضوع ده. اولا الماسك ده ماسك بوبين، هطلع لكم صورته هنا كده. انا حطيته بيقعد مثلا فتره لحد ما ينشف، ولما بتشيليه بيتشال حته واحده، ودي احلى حاجه. بيشيل يا جماعه بلاوي والله. انا بس عايزه اوريكم، بيشيل بلاوي من البشره حرفيا. انا بحبه جدا وبحب احطه طالما عندي مناسبه او هحط ميك اب وعايزه يبقى شكله حلو. بس بعمل تريكايه قبلها، ان انا بعرض بشرتي لبخار ميه، او على فكره بيوجع قوي. بعرض بشرتي لبخار ميه او ميه دافيه وكده، زي ان انا بفتح المسام يعني. ولو كنت واخده شاور بقى، عيني دمعت، مش قادره. بصوا شايل حاجات. بيبقى حلو قوي بقى يعني الموضوع ده بيبقى حلو جدا لو انت حامله حمام بخار او واخده شاور او كده، بيبقى تحفه. وانا بحبه جدا للبشره بتاعتي، لان هو بيشيل معايا مشاكل كتير قوي. انا عملت شيفنج تمام، نعمل بس كده ويلا بينا على الماسك بقى. الماسك دلوقتي هتشوفوه وترجعوا لي تاني عشان تشوفوا انا عملته ازاي، وترجعوا لي تاني على طول، ويلا بينا. بصوا بقى دلوقتي هنجهز الماسك مع بعض. هنحتاج طبعا طبق ومكونين اساسيين، وهو الترمس المطحون بيبقى بالشكل دوت عند اي عطار، تمام. ومعلقه زبادي، معلقه ترمس ومعلقه زبادي هنحطهم على بعض. وطبعا لو هيحتاج يتفك هيحتاج ميه ورد، وانا بصراحه ما عنديش ميه ورد خالص. فلو احتاجنا ان احنا نفك فيه حاجه او كده، ممكن نستخدم ميه مقطره او ميه من الفلتر. فدلوقتي بقى هناخد المعلقه بتاعه الزبادي، وعليها معلقه ترمس مطحون. والترمس المطحون ده يا جماعه من احلى واجمل الحاجات اللي ممكن تحطيها على بعضها. فهندمجهم كويس قوي واوريكم الشكل في النهايه. بصوا شكل القوام بتاعه بقى اهو، تمام. يلا بينا بقى. زي ما شفتوا طريقه الماسك عامله ازاي، خفيفه ولطيفه وسهله وبسيطه، ما فيهاش اي تعقيدات خالص. يلا بينا بقى نفرد الماسك ده على البشره بتاعتنا. زي ما قلت لكم في البدايه، انا عملت شيفنج وكده. فالماسك ده يعني قدامك حاجتين قبل ما تعمليه، حاجتين مهمين جدا. يا اما هتعملي سكراب للبشره، تمام. سكراب بقى باي نوع سكراب اللي انت عارفاه، ولو مش عارفه انواع قوليلي وانا اكتب لك انواع في الكومنتات. او انك تكوني عامله شيفنج، وما ينفعش تكوني عامله الاتنين، تمام. يعني اهم حاجه ان انت تكوني محدده كويس قوي انت عامله ايه قبلها. ما ينفعش تكوني عامله شيفنج وعامله برضو سكراب، لا، خطر جدا جدا على البشره. لان انت كده بتشيلي طبقات كتير قوي، يعني غير طبقه الجلد الميت، انت كمان بتشيلي الطبقه المبدئيه تطلع بعد الجلد الميت. لان كده كده الشيفنج اللي انا بعشقها ودايما بقول لكم عليها دي، هي بتشيل طبقه وبريه وطبقه جلد ميت وشوائب، مش هتعرفي تشيليها غير بكده. نفس السكراب، يعني هي تعتبر تشتغل نفس شغل السكراب، بس هي زيادة عليها ان هي بتشيل كمان الشعر الوبري، اللي هو حتى لو انت عامله ليزك ايه، لو عامله ليزر كمان مش هيشيل معاكي الشعر ده. فاحنا هنحط مع بعض الماسك الجميل ده، وهنقعد مثلا من 15 ل 20 دقيقة عقبال ما ينشف. وطبعا فوائد الترمس المطحون والزبادي فوائدها لا تعد ولا تحصى. لان الترمس المطحون بيخش في كتير من منتجات التفتيح البشرة، وهتلاقي فيه وصفات اصلا بتتعمل للجسم، مثلا زي الحمام المغربي والدلكة السوداني والحاجات دي، هتلاقي داخل فيها الترمس. وطبعا الزبادي هيهدي البشرة بعد السكراب، لانها بتبقى معنفة شوية بعد السكراب او بعد الشيفنج، هي برضو نفس الموضوع. وبيفتح بينظف وكل حاجة. ممكن تستني معايا علشان ازالة ال 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 الماسك اهم من مكوناته. يعني انتي
الفكرة ان انا مش بعمل ماسك وخلاص، انا بعمل الماسك وبعمل ليه طريقة في ان انا اشيله بيها من على البشرة او من على الجسم. وبالمناسبة الماسك ده ينفع للايدين جدا جدا، وينفع لكل انواع يعني كل انواع الجسم، لكل انحاء الجسم، الركبة، الكوعين، منطقة الاندر ارم، الجسم ككل. ممكن كده تروحي جايبه لك كده ضربلك كوبايتين زبادي مع ب15 جنيه ترمس مطحون مع موارد كده، وتروحي ضربان في طبق كبير، تخشي تعملي شاور جامد قوي، وتبداي تحطي الماسك ده على جسمك كله وعلى الاماكن اللي انت عايزه تفتحيها، وتستني وتستني وتستهدي بالله لحد ما ينشف، وبعدين تشيليه بطريقه الفرق. يا جماعه هتشوفوا جمال ما شفتوش قبل كده. وش الرجلين، الناس اللي بتبقى بتعاني ان وش رجليها مش لونه مش موحد، المشاكل اللي بتحصل دي، مش هتلاقوا اجمل والطف من هذا الماسك تعملوه. فبس كده، هستنى ال20 دقيقة وارجع لكم قبل ما اشيله واوريكم انا بشيله ازاي، عشان تشوفوا نضارة البشرة قبل وبعد. يلا. بعد ما مرت 25 دقيقة، بالمناسبة انا كنت عايزة اقول لكم حاجة مهمة جدا، ان الماسك اللي انا كنت حاطاه من شوية اللي هو الاسود اللي بيتشد، سواء هو او غيره، انا جايبه بس طرحه عشان الحاجات اللي هتنزل من وشي وانا بفركه. الحاجات دي يا جماعه، الماسك اللي لما يجي يتحط ويتشد كده، خلوا بالكم انه ان انتوا ما تبقاش بتضحكوا او بتبتسموا او بتعملوا اي تعبيرات بوشكم وانتوا حاطينه، لانه للاسف مع تكرار الموضوع ده ممكن يعمل لك تجاعيدات في وشك حرفيا. يعني ممكن الموضوع ده محدش يتكلم فيه كتير، بس ده ممكن يحصل، ان انتي وشك بيبقى مشدود بشكل معين وانتي تتحركي وتعملي كذا وكذا، ممكن لان جلدنا يعني حاجه جلد، فاهمين؟ فاكيد هياخد من الوضع ده. يلا بينا قبل ما زين يصحى بسرعه نفك الماسك ده. هو دي ما نشفتش، دي ما نشفتش ودي نشفت، فيلا بينا. بص بقى، هيتفرق على فكره بسهوله جدا اهو. تحاولي تعملي كده سكراب للبشره. انا بس بص هنا عشان ايه، اعرف ابص، اعرف اشوف. وطبعا انا عارفه ان صوتي ممكن يكون غريب نوعا ما، بس ده بسبب ان انا عندي احتقان شديد جدا. الحاجات اللي نزلت في الارض قليله، فالفكره دي كويسه. بص بقى، انا مش بكتر هنا كده صراحه كتير، عشان لما بكون عامله شيبنج فيها او فتله ممكن تقشر معايا، ان المنطقه دي رقيقه قوي عندي بصراحه، ممكن تبقى عند بعض البنات نفس الموضوع. ف بقى في نجوم هنا. بس هتفضلي تفركي في وشك كويس قوي، وبعدين نغسل وشنا بميه دافيه، وهاجي ارطب معاكم بشرتي ونتكلم في حاجه تانية اخيره. انا جيت. انا غسلت وشي الحمد لله، وعايزه اوريكم شكله. انا عايزه اوريكم شكله بجد يعني. ايه ده، ما هذه النضاره. نجيب بقى منديل حلو كده صغنن، ونبدا بقى ننشف. متنشفيش قوي يعني انتي بتنشفي دلوقتي معايا ومشغله الفيديو على حسب خطواتنا سوا، ما تنشفيش قوي. ليه بقى؟ لان لازم وشك يبقى فيه نسبه ترطيب من الميه، مع نقطتين صغيرين جدا من اي مرطب عندك. عشان في بنات بتقولي يا ساره احنا بنجيب مرطبات غاليه قوي وبتخلص بسرعه، مش عارفه كده، يعني هعمل ايه؟ يعني انتوا شايفين الدنيا عامله ايه والاسعار وبتاع. يا حلوين. الحركه دي اكتر حركه بتوفر، هي مش بس حركه صحيحه للترطيب البشره، اي نوع بشره، لا هي كمان حركه لتوفير توفير المرطب. اوكي، او المرطب مش السيرم، لا المرطب. بصوا بقى، واحنا محتاجين ميك اب بعد كده؟ يعني انا عايزه حد بس يقول لي احنا كده محتاجين ميك اب؟ لا طبعا مش محتاجين. يبقى الماسك ده يا جماعه يتعمل عشان انتي مش عايزه تحطي ميك اب. اوكي، خلينا كده ايه، حلوين مع بعض. الماسك ده اللي فكرتني بيه صراحه إيه، دودي عبده هي اللي فكرتني بيه، لقيتها عاملاه. ودي يا جماعه الليب بالم الحلوه الصغننه دي سحريه، شايفين بتدي لون حلو قوي ازاي؟ بصوا بقى، خلاص كده الماسك فله شمعة منورة. في ماسك اخير هعمله وهوريه لكم،
والريفيو بتاعه هيبقى مع ماسكات تانية انا مجرباها، اللي هي الشيتات ماسكات ماسكس دي. فانا هوريكم الماسك دلوقتي، ولما اعمله ان شاء الله هعمله فيديو تاني عشان هتكلم فيه عن كذا واحد تاني انا جربتهم ورأيي فيه بصراحة، وايه الانفع لكل نوع بشرة. وبس كده، ويلا نشوف الماسك قبل ما نقفل الفيديو. بيقول ان هو ابتكار واحنا هنحكم سواء هو ابتكار ولا مش ابتكار. يعني المهم هو الماسك دايما غرنيه منطقة تحت العين، تمام، منطقة الهالات. الماسك ده يا جماعة اللي عجبني واللي شدني ليه ان هو غني بعصير البرتقال وحمض الهيالورونيك. بيقولك ان هو بيتحط على البشرة، على تحت المنطقة تحت العين اللي هي الجيوب اللي تحت اللي تحت العين قصدي. بيخفف من مظاهر الهالات والجيوب تحت العين. بيخفف من الانتفاخات والحاجات اللي بتبقى موجودة، وبيقعد 15 دقيقة وبتحسي بقى احساس برودة رائع فائق الجمال. المهم هو بس اللي مكتوب عليه ان هو من مكوناته هما المكونين دول بس اللي مكتوبين عليه، بس طبعا لا، في مكونات تانية كتير، بس اهم مكونين هو الاورنج جوسي والهايلورونيك اسيد اللي هو العصير البرتقال وكذا وكذا. في حاجات تانية كتير وهتكلم عنها في الفيديو تاني عموما، يعني عشان بس ماخدش من وقتكم كتير. هو بيقولوا كمان ان هو بتشعري باحساس البرودة وانخفاض الحرارة على البشرة بعد الاستعمال. من اجل احساس البرودة جيدا ضعيه في التلاجة، وده اللي انا كنت عاملاه فعلا، فانا هحطه في التلاجة تاني. عايزه اقول لكم على حاجه كمان. القناع ده، اوكي ماشي. القناع ده انتي بتحسي بفعاليته بشكل ملحوظ بعد اسبوع. وكمان اللي عجبني فيه ان هو بينعم، يعني محيط العين مفعم بالنشاط اكنه كده بيديكي. المهم بيديكي كل حاجه، هو ما بيقولوا كده بس احنا هنجرب ونشوف. وبيقولوا ان انتي المفروض تستخدميه 3 استخدامات لمدة اسبوع، بيخفف من شكل الهالات السوداء. بس كده، بس الموضوع يعني يا جماعة سهل وبسيط. وبس كده هجربه وهقول لكم في الفيديو اللي بعد كده. لو انتوا عايزين تشوفوا تجربتي معاه ومع كذا حاجه تانية انا محضراهم ومش راميه الاكياس بتاعتهم عشان خاطركم، اكتبوا لي في الكومنت وتابعوا الفيديوهات الجايه ان شاء الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد. بحبكم جدا جدا وميرسي جدا على الماسك الجميل ده، واشكروني عليه وجربوه وابعتولي في المسجات. وبعتولي كمان في التعليقات انتوا جربتوه عملتوا احساس ايه. بس انا حاسه ان هو ناعم كده، حاسه ان انا بشرتي عامله زي بشره البيهات بجد، يعني ناعم كده وحاسه ان هو فلافي، حاسين. يلا بس كده كفايه بقى، واشوفكم على خير، باي باي.